ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين إلى يوم الدين آمين. والآن ألقي على مسامعكم كلمة الشيخ محمد عبد القادر رئيس جمعية الزهراء الخيرية بصعايد الدشنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار، وبقدرته وبعظيم سلطانه تنشأ وتذول أخرى، وتخضر بقاع وتجف أودية، تضحك الأيام أناسا وتبكي آخرين، ومعظم الأحداث تتوارى خلف الزمن، ولكن الزمن يتوارى خلف الرسالة المحمدية، ويجعلها نبراسا بين يديه ليهتدي بسناها الساري، ويغترف من ريها الظامئون. والحديث عن هذا النور مهما كرر يحلو، ومهما أعيد كان جديدا. فأمامنا اليوم رائد من رواد المعرفة، ألا وهو مدير قصر الثقافة الأستاذ علي مصطفى، وهذا شرف للزهراء، إذ تأتيها ذروة الفكر لتأخذ بيدها في سبيل المعرفة الإنسانية، وتجافي بينها وبين شوائب الانحراف المدمر. وما أحوجنا جميعا إلى الوقوف تحت راية واحدة تسمو وتتعالى في سماء الصفاء العلوي، والزهراء تقدم عاشقة الكلمة العربية أو السابحة خلفها، يحدوها فكر عميق وخيال صخب مهتم بكل قضايا أمتها، فهي المعدة لكل فن عدته، فتراها صاحبة القصة والمقال والقصيدة والمسرحية، فهي تجسد بحق الفتاة العربية، والتي يجب أن تكون كذلك. نشكر كل من حضر هذا اللقاء، الشيخ محمد عبد القادر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.